أحسن الله إليكم. يقول السائل: في هذا الزمن كيف يبتعد المسلم عن الفتن في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه الأحداث؟ يتحصن أول بالعلم الشرعي، تفقه في دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويطلب أهل العلم الراسخين الذين عرف الخاصة والعامة فقههم واستقامتهم ونصحهم للأمة. الثاني البعد عن خلطاء السوء، سواء أهل شهوات أو شبهات. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأمر الثالث لا يستشرف في الفتن، يبتعد عنها، فإذا فمن استشرف لها استهوته وجذبته. نعم، يلزم ما عرف من السنة ويدع أمر العامة، ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة القائمة وإمامها في البلد.